يلا نعمل بقى سمنة فلاحي على أصولها. حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة جدا هتعجبك قوي. بس انتي حوشي شوية القشطة اللي على وش اللبن وشيليهم في التلاجة، ولما يعملوا كمية زي اللي انتي شفتيها كده هتعملي أحلى زبدة وأحلى سمنة بلدي فلاحي، ومن غير ما تبقى مغشوشة ولا فيها أي حاجة. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي أمنية، وبشكر كل الناس الحلوة اللي بتتابعني، وبشكر كل الناس اللي بتعملي لايك. ويلا نخش بقى على الوصفة. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله. ده كان عندي وش اللبن كنت محوشاه من حوالي شهر وشويه. كنت دايما بشيله لان انا يعني ما بحبش اللبن يبقى عليه قشطه كده، وانا بشرب شاي بلبن ما بحبش وش اللبن. مش هو اللي ما بيحبنيش يعني. فبحوشه، وطبعا مش معقول هنرمي حاجه زي كده، دي نعمه ربنا واللبن بقى ب 30,000 جنيه يعني. ف... فبروح محوشاه في علبه واشيله في التلاجة. وبعد كده بنزل بيه باللي انا حوشته ده، بطلعه من التلاجة كده من الفريزر واسيبه يفك. بس لازم تحفظيه في الفريزر مش في التلاجة علشان ما يمررش. وبسيبه لما يفك كده مثلا حوالي ساعة ساعتين عشان الدنيا برد. وابدأ اضربه في الخلاط زي ما انتي شفتي كده. وبعد ما بيتضرب في الخلاط بيفصل من غير ولا ملح ولا اي حاجة. بيفصل معاكي. فانت بتعملي ايه؟ بعد ما يفصل تروحي مفضياه في اي حاجه غويطه. وتبداي ايه، تاخديه كده على جنب عشان تطلعي منه الميه على قد ما تقدري. وبعد كده تبداي تكوريها بقى وتعصريها كده بين ايه، بين راحه ايديكي، يعني بين ايديكي كده من جوه ايديكي كده، تفضلي تفعصيها وتعمليها كور كده. كده انت بتنزلي الميه اللي فيها. عشان ايه؟ لما تيجي تسيحيها على النار، انت عايزه تخليها كده خليها. بس اهم حاجه تنزلي منها الميه على قد ما تقدري. بصي الميه بتنزل ازاي. سهلة جدًا، جدًا، ومش هتاخد منِّك وقت ولا أي حاجة ولا مجهود. إحنا كلّنا بنطلّع القشطة ما بنرضاش ناكلها، الغالبية العظمى مننا، حتى لو بنرضى ناكلها فإحنا من هنا ورايح هنشيلها، لإن خلاص يعني ربنا يعيننا على المصاريف وعلى الأسعار اللي بقت جهنمية، وكيلو السمنة البلدي داخل في 300، 400 جنيه. فأنتِ لمّا تعمليه كده أوفر لِك بكتير والله. بُصّي، هتفضلي بقى تنزّلي المَيّة اللي فيها. هي الخطوة دي مهمة جدًا عشان لمّا تيجي تسيّحيها على النار وتعمليها سمنة، ما يبقاش فيها مَيّة كتير وتقعد وقت طويل، وعشان ما تلزقش منِّك على النار. أنا هاسيّحها معاكم وهاورّيها لكم دلوقتي. أنا بس باورّيكِ قد إيه أنا باعصرها كويس على قد ما أقدر. بس ما تفعصيهاش كده، لأ، خلّيها بين راحة إيديكِ كده، يعني تسيبيها هي تصفّي براحتها. المَيّة دي بقى اوعي ترميها، ده شرش اللبن. سيبيه بقى اعملي بيه أحلى معجنات. بُصّي بسم الله ما شاء الله طلّعت كام كُرة. كام كُرة حلوة يعني، شوفي الكمية، ده هتعمل معايا لتر، تعمل معايا كيلو. وهنا حطيت لهم شوية زيت صغيرين عشان لما اجي اسيحها، ده زيت ذرة او زيت عباد زي ما انت عايزة. عشان لما تيجي تسيحيها ما تتحرقش منك. لازم الخطوة دي يا بنات، بس ما تحطيش زيت التموين عشان ما يبوظش طعمها. بس يا ستي. وايه، وهنا خدت غلوتين كده، انا بوريها لك، هنا خدت غلوتين وطلعت زي ميه كده زي اللبن، بقت عامله زي اللبن. ورشيت عليها رشه ملح صغيره خالص. بصي. وبعد كده هنحطها لحد لما، بصي انا هوريكي مرحله مرحله. بصي هنا عملت تكتلات اهي. ماشي. هحطها تاني على النار. شايفه؟ حطيتها على النار خلاص كده استوت. هي كده استوت لما تبقى لونها ذهبي كده. اللي طالع منها ده اللي هو المرته دي، لما تبقى لونها ذهبي تطفي عليها. لو استنت هتتحرق وتمرر وتبقى طعمها وحش جدا. وهترميها. حرام خساره. اهم حاجه تركزي معاها، تسيبيها على نار هاديه خالص لحد ما تستوي. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.